خير شهيدا يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا إني أحب محمدا والله خير شهيدا يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا صلي وسلم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره وعلم موارد كل مخلوق ومصدره وأثبت في الكتاب ما قضاه وسطره لا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره السميع البصير اللطيف الخبير فشمس العلم مشرقة ليس دونها سحاب ولا غبرة والصلاة والسلام على رسول النبي الأمي وعلى آله وصحبه الكرام البررة أما بعد أيها الحفل الكريم نحييكم ونرحبكم بمعهدنا الأبي بكر الصديق لمناسبة الحفلة الميسور لتكريم حفظة المتون فأهلا وسهلا حللتم أهلا ووطئتم سهلا ضيوفنا الأكارم نحييكم تحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا تحية أصلها ثابت وفرعها في السماء ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضيوفنا الأكارم فمرحبا بكم يا ضيوفنا الأكارم ضيفا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم ألفا أو هرين waxaan halkan aan aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyo martideenna sharafta iyo qadarinta mudan ay horjoog u yihiin culimadeenna uu hogaaminayo sheekhayna fadiilatu sheekh Cusmaan Maxamuud iyo macallimiinta iyo martida inteeda kala waxaan kaloo soo dhaweynayaa mudanaha MCA laga soo doortay waa beri ward mudane Abubakar iyo waxaan kaloo soo dhaweynayaa assistant chiefka iyo dhammaan waalidiinta iyo macallimiinta waxaan leeyahay ku soo dhawaada macad Abubakar Sidiiq oo maanta u dabaaldegayo munaasabad xalfad taasoo lagu soo bandhigayo oo lagu takriiminayo arday yar oo xifdisay mutunta cilmiga sharciga inta kadib waxaan ka cudur daaranayaa dibdhacni u yimid taas waxaan ka raadigelinayaa dadka martida ee meesha isku yimid waxaan si toos u gudugalayaa xafladii anigoo ilaalinaya waqtiga waxaan ku furfuranayaa aayaat min alqur'aan alkariim inoo akhrin doonto at-taaliba Sumayya Maxamuud a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim alam tara ila alladhiina baddaluu ni'matallahi kufran جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه waxaan usii gudgudaa barnaamijka xafladda waxaan kusoo xujinayaa كلمة ترحيب وكبحث اللغة العربية وإنه أخرين دونه الطالب زياد محمود فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله فالق الحب والنوى وخالق العبد وما نوى وابتعث محمدا إلى كافة أهل البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وحضر لا يغيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع أنين المضطر ويرى لا يعزو عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل من النار فسار حرها ثرى ثم ابتلاه بذبح ولده فأدهش بصبره الورى وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى خير من دب على الثرى ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ساد الورى بلا امترى فهو المجلي والورى إلى ورى صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء وما انتهى أمره وانقضى والآل والسحب الكرام الأتقياء أهل الديانة والصيانة والحياء والتابعين ذوي الأمانة والوفاء
فيا من أحسبهم نجوم الهدى وبحور الندى أبات الخنا وأسود الشرى من عانقوا هام الذرى تركوا جميع مراتب العليا ورا من سمتهم في الناس أغنى عن مديح الشاعر عيني تقر بهم وتبرد غلتي تحيا بهم ويشفى ناذري أزف إليكم ومن أعماق قلبي تحيات جليلات الرواسي معبقة بأريج الوروج مسربلة بالهنا والندى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما لو رفع إلى السماء لكان غمرا منيرا ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا ولو مزج بماء البحر لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا وسلسبيلا إن ضاقت بكم الديار والمرابع ففي سويداء المدامع فسيح المقعد لكم مرحبا بكم والكل ردد وأنشد يا مرحبا بمن وصل على الرؤوس في المقل قلوبنا هي المحل وهي فسيح المقعد فهذه الطلائع زانت بها المرابع أقمارها سواضع نجومها لوامع أنعم به من مقدمي هنا التقى رجالنا أبطالنا أحفادنا فلتنطلق أعمالنا إلى بنا المجد الغدي ضيوفنا الأكارم ما أجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم بارك الرحمن في أعماركم ورعاكم في ذهاب وإياب ولا زال ذكركم في سعود ولا زال لكم حبي في ازدياد وإلى هنا أقصر كلامي وشكرا لكم على حسن استماعكم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمات كاس قيمها بدن ترحيبك اللغة العربية كبحث ونجدي وحان كسي حجسيننا خطبة كهذا ليسو فضل طلب العلم وأهله علمي فضلي أوليها أهل كيسة ونو أخرين دون الطالب عثمان محمود فليتفضل مشكورا ومأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا وبين سبحانه الطريق الموصلة إليه بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولا سبيل إلى عبادة الله تعالى إلا بمعرفة مراده ولا يمكن وصول إلا بمعرفة ذلك
إلا بقراءة كتابه وتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطريق ذلك هو العلم بالقرآن والسنة، ولذا كانت العلوم الشرعية أفضل العلوم وأجلها، لأنها توصل إلى العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأمره ونهيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه. وفي ذلك يقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ومن فضيلة العلم أن الله تعالى أشهد أهله على أجل مشهود عليه وأصدقه وأفضله، وهو توحيده سبحانه وتعالى. وقرن شهادة أهل العلم بشهادته عز وجل وبشهادة الملائكة الكرام عليهم السلام. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعلم هم من يعرف كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه الحق دون سائر الناس، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وفي آية أخرى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وإلى هنا أقصر كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. الطالب عثمان يوسف خطبة وعجيبة ورائعة ينوجدي، وحن جعلنا لها مانت والدين إن الله فسر لغة الصومالية لو فسر هذا وقت ونوي له، وحن كحد سينا كلمة الشكر ينوسو جيد الطالبة نصر محمد، فليتفضلي مشكورا مأجور. الحمد لله الجواد الكريم الشكور الحليم، أسبغ على عباده النعم ودفع عنهم شدائد النقم، وهو البر الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الحضور الكريم، ضيوفنا الكرام، وأساتذتنا الأعزاء، آباءنا وأمهاتنا، أحييكم بتحية أصلها ثابت وفرعها في السماء، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أساتذتنا الأفاضل، أقدم إليكم أجمل عبارات الشكر والامتنان من قلب فاض بالمحبة والمودة والاحترام والتقدير لكم. أزكى التحيات وأجملها وأنداها أرسل لكم بكل الود والحب والإخلاص، شاكرا لكم على كل ما قدمتم. لكم منا كل الثناء والتقدير بعدد قطرات المطر وألوان الزهور وشذا العطر على جهودكم الثمينة والقيمة. وأشكر شكرا خاصا لمدير معهدنا، تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظيم عقد الشكر الذي لا يستحقه إلا أنت. إليك يا من كان له قدم السبق في ركب العلم والتعليم، إليك يا من بذلت ولم تنتظر العطاء، إليك أهدي عبارات الشكر والتقدير تليق بك، فقد بذلت جهودا رائعا خلال فترة قصيرة استطعت خلالها الارتقاء إلى مستوى العال. أساتذتنا الأفاضل، أنتم جميعا تستحقون الشكر والثناء، فلولاكم لما كان معهدنا ليصل إلى أفضل مراتب، ولولا جهودكم لما كان للنجاح أي وصول. ولما تحققت الأهداف فأنتم آساس رفعة هذا المعهد وأساس
تقديمه، وأنتم من يحمل الشلعة النجاح وتطور، فشكرا لكم وإلى الأمام دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. waxaan leenahay gabadhaas iyadana shukran laki. waxaan ku xujisiinayaa macad Abubakar Sidiiq waxaa lagu bartaa kutub mutuun cilmi ah. waxaan ku hormarayaa kutub oo kamid ah kutubta caqiidada ah maadaama qofka bini aadanka ah aasaaska uu koowaad uu yahay caqiida. waxaan ku bilaabayaa abyaad shicir ah oo loo tiiriyo al-Imaam Ibn Taymiyyah al-Harrani alayhi rahmatullah, laamiyat Ibn Taymiyyah oo inoo akhrin doono laba arday Ziyaad Ibrahim iyo Yusuf Maxamed Suyaan. falyatafaddala mashkuran wa ma'jura. ابن تيمية رحمه الله. يا سائلي عما ذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قولي، لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها توصلوا. ولكلهم قدر وفضل صادع، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله، والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عودتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخضر. والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. أرضاس إلهي خير السيو. أبيات كاس وليها شيخ الإسلام ابن تيمية لو تيريو inoo akhriyeen. caqiidadana muhiim weeyaan. sheekh cali raxmatullah wuxuu ka hadlay caqiidada ahlu sunna wal jamaa ay aaminsan yihiin al-firqatu naajiya. wuxuuna ku soo gabagabay sheekha hada i'tiqaadu shaafi'i wa maalik wa abi xaniifa thumma ahmad yunqalu. waxaas aan soo sheegay sheekh wuxuu dhahay waxa laga soo guuriyay oo waxaan ila qaba aimada arbacada ee kutubta aimada arbacada hadda aan haysano. marka waxa weeyaan caqiidada muhiim weeyaan. waxaan ku sii soconayaa xafladii barnaamijkeedii. waxaan ku xujisiinayaa abyaad shicir ah gabar ay noo soo jeedin doonto ay ku amaanayso macadkeeda. abyaadaas ku baxayaan luqa carabiga ku bixiso. waxa ay noo soo jeedin doontaa طالبة سندس ديقو، فليتفضلي مشكورا مأجورا. رحب بكم بالزهور والريحان وبالألحان التي نصوغها لكم، ونهديكم الكلمات بفنون الشعر ولون الشمس الذهبية، فيزيد القلب سلوانا. أما بعد، أحببت أن نقدم لكم بعض منظومة موجزة راجزة أمدعها بمعدي أبو بكر الصديق، فأقول: بشراكم بمعهد الصديق والعلم باللغة مع الأشعار، بشراكم بالخير والدروس مريحة لمسمع النفوس، نصوص شرع الله والكتاب ويعرف الحديث بالصواب، فليقصد الحضور والمواظبة في معهد الصديق والمراقبة، فإنه قد مهد الطريقة وسهل الصعاب والسليقة، وطار سيدته إلى الآفاق
بحسن ما فيه من الوفاق وحول المحال المستحيل إلى سهولة ولا تعديلا لكنما المناهج العلمية في معظم المعاهد الدينية مسببات الخلل العلمي وفي الصديق منهج النبي من السهول واعتبار العلم نهاية الأفكار ضمن الفهم يا إخوتي للاغتنام هبوا إلى التحاق المعهد وخبوا إلى الاستفادة من الأساتذة كونوا أخي من جملة التلامذة وليس كل فرصة تدوم يؤتى بها المطلوب والعلوم. ما شاء الله شكرا gabadha mahadsan tahay waxaan kaloo iyadana ku sixjisiinaya sidoo kale abyaad shicir ah oo gabadha inoo soo jeedin doonto abyaadtaas oo ku baxaya luuqa Soomaaliya ku baxayso waxay inoo soo jeedin doontaa الطالبة فاطمة حمدي فليتفضلي مشكورا ومأجورا. بسم الله. مركز أبو بكر الصديق مالكي لفريبا دتك وذا مقصودو افتين باينو بحي دتك والسبايين معلمين قنصريو أن دليل لهينو هجرنا أن نقون داعد وأرضيدو تعليم تاي بريان قولنا كوكو منيستو مركز أبو بكر الصديق هم بلياد بدنتهي سديرو فوريو أدعيت بحيد با لو هنقلتاغيو مركز أبو بكر الصديق هم بلياد بدنتهي meeqaan sariyo muujadaha tacliimeed qeyrkaad ku dhaafto markas Abubakar Sidiiq hambalyaad mudan tahay rabow miisaanka aakhiriyo mushkilada adduunyada rabow kaameel mari mujtamaca soo xaadiriyo ardayda qalin jabinayso maxad Abubakar Sidiiq hambalyaad mudan tihiin maanta ayaad midhihiin hesheeno ku meel mariya Madiina rabow adiga amaad iska leh waxaan mahad u celinayaa waalidiinteena iyo macallimiinteena heerkan ina soo gaarsiiyeen rugweeta jannado rabbina raali idinku ka noqoy waxaan idinku ogahay duco iyo diin jacayl jir oo jooga hoygiina dina noqoy ha noolaado markas Abubakar Sidiiq. leenahay gabadhaas way inoo duceysay duco aan caadi ahayn bay inoo duceysay waxaan leenahay markas Abubakar Sidiiq busharaakum bimachad Sidiiq ayaan leenahay inta kadib waxaan ku soo dhaweynayaa kalimatu shukri oo ilwaalidiin ah oo inoo akhrin doonto الطالبة عنب فليتفضلي مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضيوفي الأعزاء وأسعد الله أوقاتكم بكل خير والسعادة والفرح. أشرقت الأنوار بقدومكم يا أحبابي فأهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم أسعدني كثيرا وجودي معكم في هذا الحفل الرائع وكل تحية والتقدير لكم وأهلا بكم. مرحبا بكم جميعا في حفلنا العظيم فالنجوم تتلألأ برؤيتكم فنحن في قمة سعادتنا لوجودكم اليوم معنا بقلوب مليئة بالمحبة والمودة أرحب بكم يا كرام وأهلا ومرحبا بكم أيها الحاضرون. نقدم إليكم أحرى التحيات ونشكركم على حضور حفلنا المتواضع. أشكركم كثيرا على تشريفكم اليوم للحفل. أرحب بكم جميعا وأتمني لكم اليوم سعيدا. أكرمكم الله وملأ القلوب بالخير والسعادة فرؤيتكم من فرحتنا ويملأ حفلنا الفرح والسعادة. الطالب عنب محمد من مركز أبي بكر الصديق للحفظ المتون الشرعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.